السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحاتكم بكل الخير. حقيقة سعيد بأن أنا ألقيكم مرة ثانية على البث المباشر ده في محورين اثنين. المحور الأول اللي هو رد الأستاذ هشام عباس على الدكتور جلال هاشم. أنا يمكن من أوائل الناس اللي انتقدوا الدكتور جلال هاشم. حقيقة في نقطة أساسية ومهمة، أنا ما أعرف الصوت ولا ما، لكن كان حقول كلامي. في نقطة مهمة. طبعا الصورة الخلفية هي ما عندها علاقة بالكلام اللي أنا بقول فيه ده، لكن شنو ممشينا بس كده، مشوا علينا يعني، جاملونا بس. طيب الحاجة المؤسفة تماما إنه الأستاذ هشام عباس طلع وأدى قيمة الدكتور جلال هاشم أكثر مما إنه يستحقها، بس عشان إنه بلدياته من عندنا يعني على قولة هشام عباس، بس عشان من عندنا. شفتوا العنصرية دي كيف؟ عنصرية أقسم بالله. أقول لك حاجة، ممكن تكون على حقك وعلى وطنك وعلى بلدك، تكون على حقك وعلى وطنك وعلى بلدك عشان من عندنا بس. يعني شوف التقدير والتغييم ده والغيام الرابطة والمفكر والعبقري والرجل من كباراتنا، ومن ما نحن ما ضرونا إلا كباراتنا ديل. شفت كباراتنا ديل الذين أضلون السبيل ربنا زدهم ضعفا من العذاب قالوا فسأوا فيها جميعا. يا أستاذ هشام عباس كنا قايلين القبة الحيدة بقيها، والله كنا قايلين القبة الحيدة بقيها أستاذنا هشام عباس، لكن للأسف الشديد يعني حفر القبة وهنا لقينا ما في شيء تراب لو حتى العظام وهي رميم ما لقينا عظام ما في. يا جماعة عندنا مشكلة، اقسم بالله دي ازمتنا نحن، دي ازمتنا الحقيقية، انه نحن بنألف في ناس. طبعا الاشياء اللي كده دوب قعدت لكم صراحة عبد الله حمدوك اللي وراي يعني احنا قاعدين نألف في ناس صراحة يعني. إن جينا الأستاذ هشام عباس بكل أريحية وبكل أدب واحترام، ويخلي لنا من الدكتور جلال هاشم بس عشان من عنديهم. يعني القصة كلها من عنديهم، عشان من عنديهم بس، لما ما هي حاجة تانية، بس عشان من عنديهم. هو حكيم وهو مفكر وهو مبدع وهو سياسي ضليع وهو بس عشان من عنديهم يعني. ما وشوف رسالته كلها بتنتقد في كل الكلام اللي قالوا ده استاذ هشام عباس. حيرنا ذاته والله كده، نوقف عربيتي دي قال عشان من عندنا. انا طبعا بالرطانه ما بعرفها يا جماعه، لو في زول بيعرفها بالرطانه، لو في زول بيعرفها بالرطانه يقول لنا. طيب لو في زول من عندنا بالرطانه اللي قالها يا عباس دي عليكم الله يفتيني بها يعني. والله لذيذ يا جماعه عباس. قلت جلال هاشم مفكر ومبدع ورجل يعني قامه ومن كباراتكم، بس عشان من عنديكم يا استاذ بس. اقسم بالله عليه شغل انصرافي مسخره والله، اقسم بالله مسخره. مع احترامنا وتقديم لثوريه الاستاذ هشام عباس، ونحن بنغيمها والله وبنقدرها حقيقه يعني. لكن بس شفتوا حكايه التاليه دي، اي زول اللي له زول، شفتوا الزول الواقف وراي ده الناس ألهته يعني. البطن جابت ما جابت غيرك يا حمدوك، عشان كده انا كرهت حمدوك، اقسم بالله بكره حمدوك عديل كده، بكره حمدوك ده كره في الله كده بس عشان الناس ألهته. طيب بغض النظر عن انه قدم تفاصيله ما تفاصيله، بس كونه انه ألهوه بس وقالوا له شكرا حمدوك وما في غير حمدوك الا حمدوك وتسلم البطن جابتك وما وحواء عقرت من بعدك،
والكلام ده كله كرهني في الزول ده لوجه الله تعالى، بس كرهته كده لله في الله كده، بس انا كرهت الزول دايره ما دايره ذاته، مع انه الليله عبد الله حمدوك قالوا عنده لقاء حيجمعوا مع المشير محمد حمدان نقره يعني، وان شاء الله يقدم حاجه، ان شاء الله نشوف منه حاجه. زل المتاخرين شديد والله. كذلك احنا ما نمرق من موضوعنا وخلونا في موضوعنا اللي هو موضوع جلال هاشم، الدكتور جلال هاشم. اللقب العلمي ده بندي له مع انه ما بيستحقه، لكن بندي له بنقول دكتور جلال هاشم، خليه من كبيرنا ومن مفكر ومن عالم ومن سياسي ومن غيره ومن غيره. يا جماعة الدكتور جلال هاشم ده في الحركة الشعبية بقاتل في القوات المسلحة زي ما قال الأستاذ هشام عباس، وبدأ أنا من قبل كده، بقاتل في القوات المسلحة لقضايا أهلنا في الهامش العادلة، قاتل معاهم ووقف معاهم حقيقة يعني. فكيف الليلة يجي يصطفى مع القوات المسلحة؟ ولا سمعت له فيديو قبل، والله كنت قاعد اسمع له في فيديو يعني انه بيقول لك الامبريالية والامبريالية الامبريالية 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 على لسان عادل امام طبعا في مسرحية الزعيم. ها قال لك الامبريالية العالمية المؤامرة على السودان، والجيش ده والله ما كان يكون قوي فهو مهزوم يعني في النهاية مهزوم يعني. خالق الله قم لي في اخي، بلا قلة ادب معك يا اخي، بلا جلال هاشم بلا خرب بلا وسخ بلا زبالة يعني. انت عارف يا دكتور جلال هاشم انه جيشك ده ما قدر المعركة الخايضة دي بخوض عليه، ولا السؤال هنا بخوض عليه يعني. انت داير تبيد الشعب السوداني ده كله تنتهي منه الحرب دي ما حرب داخلية ولا حرب القوات ولا حرب قوات الدعم السريع، وهي حرب اجتمعت فيها امريكا وروسيا والصين واجتمعت فيها كل الدول العظمى دي ضد السودان عشان تتقسم ثرواته يا دكتور جلال هاشم، عشان تتقسم ثروات الشعب السوداني. دخلني فيها مالك دي هسه من الحكمة في حاجة يا جماعة، من العلم في شيء، من السياسة في شيء، من وجود العقل أساسا في شيء، ما في عقل هنا، عقل ما في. انت الدنيا دي كلها تلمت جات وجيشك ده انت عارفه لا بيقدر يقاتل لك الامبريالية ما بيقدر يقاتل لك الامبريالية انت قاعد تتكلم عنها دي يا دكتور جلال هاشم، ما بيقدر، وانت عارف الكلام ده مقتنع له. طيب ما دخلني بحرب ليه اساسا؟ مش كان عندك حاجة اسمها الاتفاق الإطاري وعملية سياسية سلمية كان بتحل لك الأزمة بتاعتك دي كلها، وكان بتديك الحد الأدنى من أطماع الإمبريالية العالمية، الإمبريالية على صوت عادل إمام. طبعا أنا بقلد لكم بعادل إمام، عادل إمام بيقول الإمبريالية دي ذاتها ما كان بتديك الحد الأدنى وتحقن دماء الشعب السوداني، ما كان بتديك لا دكتور جلال هاشم. انت عارف الحرب دي قدر ده وبالحجم ده وبالضخامة دي دكتور جلال يا دكتور ولسه تقول لي المواطن السوداني في مدني وفي ولاية نهر النيل وفي الولاية الشمالية يشيل له عكاز يمشي واجبه الامبريالية العالمية الاطماع الروسية والصينية والامريكية والعربية في السودان وتقسيم الثروة ويضيع. التلفون ذاته غرب اسمه والله التلفون غرب يا جماعة معقولة. ويطلع لي الاستاذ هشام عباس يقول لي مفكر وعالم وكبرانة وسياسي ضليع وله تاريخ وله، يا اخي قوم لي فيها ما معقولة والله ما معقولة، اقسم بالله ده كلام نجد، ده كلام ما نجد، وانت بتنتقد فيه ذاتك. هسه انت قاعد تنتقد فيه دكتور جلال هاشم ده، والحاجة اللي بتدخلك في استقراش زي ما قاعد يقول الصحفي الفاتح جبر، حاجة كده تحير ذات كله
يا أخي أنت بتقاتل في القوات المسلحة دي في تاريخك السياسي كله، تاريخك السياسي كله أنت بتقاتل في القوات المسلحة دي. الليلة اللي بيخليك تصطفى معاها شنو؟ ولا السياسة خباثة؟ ولا السياسة ما فيها مبادئ؟ ولا السياسة الليلة مع مصالحك؟ انت وين ما كانت مصلحتك انت مع مصلحتك، مصلحتك مع القوات المسلحة انت مع القوات المسلحة، مصلحتك انت مع الحركة الشعبية انت مع الحركة الشعبية. الليلة لو جوك ناس الدعم السريع ديل ولقيت مصلحتك مع قوات الدعم السريع وما بسوارك يا دكتور جلال هاشم، كان تهرط ولا كان تزرط، قوات الدعم السريع هي الامبريالية، الامبريالية روسيا، امريكا، الصين، اوروبا، دي ما بدوك ما محتاجين لك يا دكتور جلال هاشم. فانت استعمار تاريخي وطني، انت ذاتك استعمار تاريخي وطني للوعي الجمعي السوداني وللعقل الجمعي السوداني، انك انت تدخل في هذه السكرة وفي هذا التخدير يا دكتور جلال هاشم. انت بتدخل العقل السوداني جمعي والوعي الجمعي السوداني في سكرة اللاوعي. يعني انت قاعد توصف له في واقعه وتوصف له في حجم المعركة، وبعد ذلك يشيل له عكاز يمشي يقاتل به ولا يستنفر لك ولا لا. دكتور جلال هاشم ما انت داخل في حروب عباسية تاريخية يا دكتور جلال هاشم، وبتقتل في اهلنا في جنوب السودان هناك، وبتقتل اهلنا في السودان هنا برضو. ما انت قتلتهم بالحرب العباسية اللي انتم خايضينها من سنة 56 ولا تاريخ الليلة. انا اعتقد انه امثال دكتور جلال هاشم هم مخابرات او هم قاسم الظهر للحركة الشعبية في انه كان معركتها دي حسمتها من بدري، لكن امثال دكتور جلال هاشم ده زرعوهم في الحركة الشعبية عشان ما تنتصر. تيجي تنتصر في 20 أو 21 بانفصال الجنوب أو قبل ذلك. قبل ذلك طبعا الانفصال كان قبل كده يعني 20 دي كان ثورة 2019 ويناير. أنا ما أعرف تاريخ الانفصال كان كم يا جماعة. فأمثال دكتور جلال هاشم وأمثال الهالك الترابي والهالك الصادق ومن شايعهم من الذين يعتبرون مستنيرين ومتعلمين، الهالك الترابي والهالك الصادق ومن شايعهم من الذين يعتبرون مستنيرين ومتعلمين هم للأسف الشديد استعمار داخلي ضد إرادة التغيير عند الشعب السوداني. هم بيقتلوا إرادة التغيير، هم بيقتلوا إرادة التحول المدني الديمقراطي الحقيقية بكل التناقضات اللي هم الآن بخطوها لك على المشهد. يعني أنت لما تيجي تعاين بتلاقي إنه في تناقض كبير جدا جدا في تاريخ دكتور جلال هاشم السياسي مع تاريخه الحاضر ورسائله اللي قاعد يقدمها لك الآن، في تناقض كبير جدا جدا. أنا عقلي كمواطن سوداني بسيط ما بتقبل التناقض ده كله. لأنك أنت تقاتل القوات المسلحة ما يفوق 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة، سمي ما شئت من الزمن، أنا ما أعرف قاتل مع الحركة الشعبية دي قدر شنو، وفي النهاية يجي يصطفى مع الذين كانوا يقاتلهم. يعني أنت الله ما هداك تاريخك السياسي والعسكري ده كله مع الحركة الشعبية إنه القوات المسلحة دي فيها أمل الوطنية والمؤسسية اللي بتخدم أغراض الشعب السوداني. الله ما هداك التاريخ ده كله جاي يهديك الليلة في هذه الحرب الإمبريالية. ها مسخرة والله، أقسم بالله أنت مسخرة يا دكتور جلال هاشم، أنت مسخرة ذاته، اللي بيرد عليك ذاته هو مسخرة ذاته. أقسم بالله نحن مسخرة ذاته عشان نرد عليك ذاته مسخرة. أنك أنت بقيت زيك زي الكرور الحين كله. واحد يجي زي الأستاذ هشام عباس يرفع لنا مقاما عالية، ما يستاهل، بسم الله ما يستاهل. فدي مشكلة في حد ذاتها يا جماعة، دي مشكلة في حد ذاتها. يعني التناقض العجيب ده
للناس اللي هم خاتينهم على مستوى وعلى انهم هم الناس اللي بيديروا الشأن ذاته، يعني الناس الرصة والمنصة، ناس الرصة والمنصة ذاته اللي الناس قاعدة تسمع لهم. للأسف الشديد الناس قاعدة تسمع لهم. أنا أقسم بالله أي زول بدي في التنكي والله ما عندي كبير الله، بس كبير الله أي زول داري لو داري حيد حاجة ما بتدخل في راسي أنا زول الله ما عندي كبير أصلا ذاته. لا الواقف وراي ده عندي له حاجة، ما عندي أي حاجة. عندي لك عملك، بس عملك وكلامك ده اللي انت بتقوله لي ده انه يصدقوا العمل. انت طلعت كلام بلسانك صدقوا العمل. يعني الليله انت يا دكتور جلال هاشم بتتحدث عن انه دي حرب امبرياليه يعني داخله فيها دول عظمى بامكانياتها وبمقدراتها، وانه الجيش ده ما بيتهزم. ده كلامك لي انا. طيب انت تحوطاتك للشيء اللي انت اتكلمته لي ده كايمان بكلامك او كلامك ده صدقوا عملك في انك انت تجنبني الموت وتجنبني الحرب الامبرياليه دي شنو؟ انت بالنسبه لي انا بجنبني المقاومه الشعبيه. واذا كان جيشك اللي انت معده منظم وانت كنت بتقاتل فيه في الحركه الشعبيه سنين عدده جيت بتقول الليله ما عنده امكانيات وما عنده مقدرات، يبقى انا المواطن ده عندي مقدرات وعندي امكانيات؟ ما عندي، والله ما عندي لك امكانيات، انا عندي لك مقدرات. وده طبعا بدخلني للمحور الثاني يا جماعه، بدخلني للمحور الثاني. الفكره اللي باني عليها الدكتور جلال هاشم والبلابسه والكيزان والفلول، وهم كلهم مسمى واحد على بعضهم كده، نظام التاريخي نظام دولة 56 اللي هو ما قادر يفهم تطور وتقدم الشعب السوداني من خلال التكنولوجيا والإنترنت وتوفر المعلومة. يا دكتور جلال هاشم انت لسه داير تعيشني بدولة 56. انا دولة 56 دي تاني ما بعيش لك. كذاب والله كذاب يا دكتور جلال هاشم انك انت ترجعني لدولة 56 بالمقاومة الشعبية وبالاستنفار وبكل العبثية بتاعت الجهاد والهوس الديني او الهوس السياسي اللي انت سايقني به ده. انا ما بنساق لك تاني. انا بقيت اوعى من الخطاب بتاعك اللي هو قاعد في النوستالجيا اللي هو مرض الحنين للماضي. انت مرضان يا دكتور جلال هاشم، انت مريض، والبلابسة مريضين والكيزان مريضين. ده الناس عندهم مرض دارين يتعالجوا، دارين اللي يعالجون وعلاجهم يهودا جاه، دواهم مر علقم قوات الدعم السريع، بس ده علاجكم، ما عندكم علاج. لأنه الثورة بتاعتنا دي 4 سنوات وما قبل 4 سنوات منتظمة على السلمية بس. لقيتوها بالرصاص، لقيتوها بقول لها شنو دي السلاح ده اللي بيستخدم في الحروب ده اللي فكوا في المتظاهرين ده. الله لا كسبهم والله لا عادوا وربنا ينتقم منهم في دماء كل الشهداء ويرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين. طيب والدهس بالتاتشرات والرمي في النيل والمقابر الجماعية والمعتقلات والسجون وغيره يا دكتور جلال هاشم. هي في اللحظة دي ما حمتني وما حافظت على روحي وما حافظت على حياتي. دايرة تجي باعترافاتك انت دكتور جلال هاشم كبيرنا العالم السياسي الضليع اللي عنده تاريخ قدر الليلة وباكر كما روج له الأستاذ هشام عباس، لأنه من عندنا بس. والله عنصرية بس لأنه من عندنا ما أكتر من كده. طيب هي ما حمتني في اللحظة التاريخية دي. هل انت ربنا جعل لك عقل وجعل لك مخ انه قواتك المسلحة دي تحميني في كلام او حاجة انت بتقولها في هذه الحرب العالمية على السودان لنهب ثرواته ومقدراته
مخدرات السودان هي قادرة تحميني؟ أو المقاومة الشعبية ذات اللي أنت بتدعو لها بالعكاز بالسكين، ما عندك أنت ذاتك الإمكانية عشان تسلعني أنا عشان أطلع لك مقاومة شعبية. لا بقول لك إن شاء الله تحفر لك حفرة. دايرين يشتغلوا عليك شغل الثورة، ما لقوها حلوة. أنت تترس، أنت تمشي القصر الجمهوري ويضربك الجيش بالنار يقتلك، أنت مصر على قضيتك عاتلة. طيب نفس الشغل لقوها حلوة. لقوا الشعب السوداني ده بموت فطيس، الشعب السوداني ده بلا قضية، ماشي ميت. طيب بتحرك في مواكب، بتحرك في مليونيات، بترس الشارع، بتقفل البيت، هبوا إلى ثورتكم. الشارع السوداني هبة في 30 يونيو، الشارع السوداني هبة ضد الزحف الأخضر، هبة ضد اللي هو ماكل الكرامة، هبة ضد اعتصام الموز، قتل دونيس بسيارات. بقت لهم حلوة. استحلاها والله بقت لهم حلو. داير انك هسه تمشي تحفر لك ترعه، داير انك تمشي تعمل لك تمشي تشيل لك عكاز، تشيل لك عصايه، تمشي تقاتل بها الامبرياليه، روسيا، امريكا، الصين، اوروبا، تقاتلها كلها لانها جايه تسرق ثرواتك، جايه تنهب ثرواتك كما يقول لك الدكتور جلال هاشم. يا تسرق ثرواتك، يا تنهبك، تقاتلها بعصاية. الناس طلعت القمر يا دكتور جلال هاشم، الناس عندها قنابل نووية وسرية، الناس ضربت لك مصنع الشفا وضربت لك مصنع اليرموك من غير ما طوبة تقع برا على الهدف بس تحديدا. وزير دفاعك نظرية الدفاع بالنظر جات طافيها نور يا دكتور جلال هاشم. جيشك فعلا ما قادر، وانت اعترفت يا دكتور جلال هاشم. حاجة قاتل لك العالم انا كله بعصاية ولا بعكاز. قلت لكم ده المدخل. طبعا الواحد قدر ما يحاول يخش في المدخل الثاني، التفاصيل بتمسكك بتثبتك، لان تفاصيل كثيرة صراحة يا جماعة عشان انت توعى المؤامرة الداخلية عليك اساسا. هذا الاستعمار الطائفي الديني التاريخي السياسي اللي ما عرف يتعامل بدبلوماسية خارجية صحيحة مع العالم من حولنا ويتماهى في المصالح مع الآخرين خدمة للشعب السوداني. دكتور جلال هاشم، الإمبريالية العالمية، روسيا، أمريكا، اليابان، الصين، أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، ما حنقدر نغلبهم، ما حنقدر نهزمهم. يهزمون لنا الشعب السوداني اللي قاعد يجي بصدور عالية للدوشكة بتاعتنا، بيجي بصدور عالية لبندقيتنا، بيجي بصدور عالية لدهسنا، لأجهزتنا الأمنية والمخابراتية اللي بتعتقد بكل بساطة وبكل سهولة وتوديه هناك وتدخلوه حديدة في دبره، يغتصبوه، يعذبوه، يقتلوه، يدفنوه. الفاتحة على روح المفقود الفقيد. الشعب السوداني هو فقيد الحركة الإسلامية وفقيد الحركة التاريخية الوطنية من سنة 56 وليه تاريخ الليلة في كل العوار والعبثية اللي بيسوقوها علينا. أخش في الموضوع الثاني ولا لسه خلوني في التفاصيل ده يا جماعة؟ كده واحد يكتب لي في التعليق أقسم بالله مسخرة، والله مسخرة، يمين بالله مسخرة، والله ما في مسخرة أكتر من كده يا جماعة، واستهانة بكم واستعباط لكم واستعمار لكم كما يستعبطكم الدكتور جلال هاشم. وجينا الأستاذ المستنير والفاهم والقاري والزول اللي نحن بنعول عليه برضه بعض الشيء كده بنعول عليه إيه عشان من عندنا بس، والله عشان من عندنا يا جماعة. الزول ده عالم، والزول ده مفكر، الزول ده عنده تاريخ سياسي، الزول ده عنده كثير يعني. الزول ده والله العظيم نحن ما توقعناها منه. الزول ده والله ما الزول ده حستفيد شنو يا استاذنا هشام عباس؟ يا مع كامل احترامي اقسم بالله انا ما قاعد مسخر فيك والله، لكن والله مع كامل احترامي لك البس ده بالذات بس خانتك فيه من عندنا دي
شفت من عندنا دي لو ما كان قلتها والله العظيم كان ريحتنا، وكان ما كان طلعنا لايف ذاته، ولا كان ربطنا فيه اي حاجه مع اي حاجه، وكان خلينا كل حاجه لاي حاجه. لكل العبثيه اللي هي ماشيه في استعمار الشعب السوداني واستقبال الشعب السوداني. طيب انت هسه جنينه خلي من عكاز، خلي من ترعه، خلي من انه تولع لك نار، تولع لك نار عشان تشوف الجايك منو، ولا الداخل عليك منو، ولا الداير يغتصبك منو، ولا الداير يسرقك منو، ولا الداير ينهبك منو، ولا الداير ينزحك منو. قال لك ولع النار، ولع النار عشان انت تكون استخبارات واجهزه امنيه عسكريه تراقب هذا العدو القادم من الاراضي البعيده، اراضي التتر والمغول والصليبيين، روسيا، امريكا، اليابان، اوروبا. انت المواطن السوداني زرقاء اليمامه لاستكشاف المغتصبين القازين القزاع. انت ايها المواطن زي رفعت عبد الله حمدوك الوراي دي كده. والله العظيم ده كده يا هذا شايف زي عبد الله حمدوك ده كده. لو انت قادر تقرا معايا المشهد كويس، اقرا معايا السيناريو، اقرا معايا السيناريو، خليك من الممثل، اقرا معايا السيناريو بس عشان انت تقدر تفهم الفيلم شنو، مبسوط شنو من الرسائل العبيطه اللي قاعده تقدم دي. طيب انت عندك اهلنا في الجنينه، لا عكاز، لا شوف، لا عكاز، لا ترعى تحفيره، لا ترس تعملوا، لا تدريب تتدربوا، لا عصايه تشيله. احنا ما عندنا لك عشان نسلحك. الان الدوله في حرب. الدولة دي بتقاتل عشان مين يا شيخنا؟ يلي من عندنا. الدولة دي بتقاتل عشان منو؟ مش بتقاتل عشاني انا، وانا اللي مطلوب مني اني انا ادخل معاها الحرب دي واخوض عليها واكون من خلف القوات المسلحة دفاعا عني انا. مش انا ده مش انا ده، ولا واحدة غيري تاني. انت داير تسلح منو؟ طيب السؤال هنا انا بسأله لك انت يا دكتور الهاشم ولكل الابواق اللي طالع لنا في الميديا الليله بالمقاومه الشعبيه، انت داير تسلح منو؟ كده صحيح. قروش الدوله، موارد الدوله ما يفوق ال 82%، والباقي ده ذاته تجنيب، ذهب، بترول، ثروه حيوانيه، ثروه قابيه، سمي ما شئت من الثروات بتاعت المعادن. واو حاجة ضخمة جدا. 30 سنة ضربها اعمل على الضرب كده وخد لها على ما تساوي وخد النتيجة طوالي. اوف يا لهوي 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 يا لهوي. دهب بس انت شوف الدراما والفيلم يجي يقول لك الدولة في حالة حرب وما مستعدة تسلحك، ما عندها مقدرات تسلحك الآن. أنت دار تسلح منو؟ ما أنا واقف وراك، ما أنا الشعب السوداني، ما أنا اللي بتقول لي اطلع استنفار واطلع مقاومة شعبية، ولو جيتك قدام الوحدات العسكرية بتقول لي اقطع وشك. شغلة ما فوضى، أنت قايلة فوضى؟ لا أنت تموت لنا فطيس، ده معنى الكلام، أنت موت لنا فطيس بس. لا بندربك، لا بنأهلك، لا بنسلحك، لا انت تمشي تقاتل بس، تقاتل تموت زي ما كنا سايقينكم مجاهدين ودبابين وجينا في النهاية طلعناكم فطايس. فعلا كنتوا فطايس، انتوا فعلا كنتوا فطايس. اوريك فطايس كيف؟ لانه كانوا معتبرينكم كاسحات القام. كان
كان بيسوقوا المجاهدين والدبابين وجنود قوات الدفاع الشعبي وأخوات نسيبة وكل المسميات العبثية اللي هم خلقوها ليك ديك. طيب يكسحوا بهم الألقام. وشوف والله حسك عينك تبقى راجل لأمك وراضع لبن أمك تقبل ورا الجيش وراك ودوك الآخرة طوالي ويجي يعملوا لك هنا عرس الشهيد. زغردي أم الشهيد، زغردي أم الشهيد، ودي هنا قتل ولدك وذاته. القتل ولدك شال الفاتحة وقلدك. القتل ولدك شال الفاتحة وقلدك. تعبط اقسم بالله نحن عايشين في عبط اسمه كحزان واسمه الفلول واسمه نظام تاريخي طائفي ديني سياسي. تلقى زيد جاي الله اكبر الله اكبر ولدي في الجنه، ولدي الان في احضان الحور العين. يحسد ولد على الحور العين. عليك الله شوف الرجل اللي ما بيختشي ذا حاسد ولد على الحور العين. ولدك ميت فطيس يا شيخنا. قتلك جماعة ذات لسه قالوا لك ولدك ده مع الحور العين. ولا قال لك الغزاله تجينا برات تقول لك هاك اطبحني يا مجاهد. انتوا جعانين والله كذا اطبحوني وكلوني كذي واللي فيها الخير يسويها لا قدام. ارمي قدام يا ورا مأمن يا ينعل ابو الفكره ذاته. ده الشغل السايقين عليك بالمناسبه، ده الشغل السايقين عليك. فانا قلت لك ناس الجنينه ادوهم السلاح، ادوهم سلحوهم والله جد زي ما بقول لك. يعني انت لو مكذبني ارجع الميديا، ارجع الوسائط الاعلاميه سلحوهم. ايش معنى انتوا ناس ولايه نهر النيل والولايه الشماليه ما داري يسلحوكم؟ ليه؟ دلك في راسهم قنبور نحن ما في راسنا قنبور؟ لا تسلحونا يا زول. دلك فتحتوا لهم المخازن كيف يعني سلحتوهم؟ الفكره شنو يعني في انكم تسلحوا داركم تسلحوني انا؟ انا بجي ذاتي المواطن ده بجي بقيف قدام بوابات القياده العامه ولا الالويه والاركان والمعارف المسميات الفارغه دي اللي طلعت فاضيه. كليه حربيه شنو يا شيخنا؟ كليه حربيه شنو اللي قاعد تخرج لها ضباط ولا تخرج لها قيادات ولا تغير لك شرفاء الجيش؟ يا اخي قوم لف عليك الله لا شرفاء ولا كلام فارغ معك. سلحت ذلك ليه انا ولا تسلحني؟ وانا بجي بقول له لا يا زلمه هي فوضى هي يقول لك هي فوضى هي ها ما كم ما فوضى هاي شنو ما سلحت زول الجنينه سلحني انا ذاتي. مش فتحت له المستودعات بتاعت الشرطه وفتحت له مستودعات الجيش وجا الوالي ذاته هسه انت قاعد تبكي عليه ودار تعملوا جرائم ضد الانسانيه وانتهاكات وما بعرف شنو. مش سلحتوا انت ذاتك؟ سلحتوا انت ذاتك ولا ما سلحتوا انت ذاتك؟ رد علي انت، رد علي. هاي انت ذاتك سلحتوا صح؟ سلحتوا ولا ما سلحتوا؟ قول لي انت ما تقعد تسكت، ما تسكت. سلحتوا انت ولا ما سلحتوا؟ هاي بلبس تنحلى وتنبلى وتمشي لها الله. مش سلحتوا انت؟ ايش معنى يعني ديرك في خيار وفقوس يعني؟ ولا شنو المساجد دير خيار وفقوس يعني؟ واحنا ذات رجال يا زول سلحنا انا ذات نحن رجال بنقاتل يا زول. ما بنمشي تشاد ولا بنمشي لك افريقيا الوسطى ولا بنقد سلك يا زول، ما بنقد سلك. نحن اهل الحاره، نحن رجال الحاره ذات ونحن نحن طفينا النور، نحن ضربنا السما بوهي ذاته يا زول. نحن ضربنا السما بوهي يا زول. تسلحنا يا زول، ما تسلحنا، تسلحنا بس يا زول. تسلحنا ليه ما تسلحنا مش سلحتنا سجننا تسلحنا. ليه ما سلحت ناس مدني؟ هاي صحيح تعالوا كذا انتوا تعالوا ناس مدني ده ما سلحتهم ليه؟ خليتهم يقاتلوا بالعصايات وبالعكاكيز وبالهنا. والله اقسم بالله لا انا شايف والله الليله كيك القدم شغل كبير خلاص والله في الادعاءات بتاعتهم بتاعت المتفلتين والمفترين. الله بالمناسبه طلعوا كلهم محسوبين عليهم بالمناسبه. طلعوا محسوبين على دولة 56 وعلى الكيزان والفرور ومن شايعهم بذلك.
طالما محسوبين عليهم قبضهم اقسم بالله زي الفيران. ربطك طلقه. مع انه انا بختلف مع قوات الدعم السريع في الحته دي. ما انت جاي تحول مدني وتحول ديمقراطي. الناس دي المجرمين اي لما تهددهم بطلقه ولا تطلع في الاعلام تقول طلقه وما طلقه. لا انت مش هسه الليله دخلت ناس السجون، كله دخلوا السجون. ما اصلا شوف، لا تبقى انت القاضي، لا تبقى انت الجلاد، لا تبقى انت الحكم. ودي ثورتنا قامت على كده يا شاوز. جاهزيه خلي بالك معي. تعال قريب. لا بس دخلونا السجون بس لحد ما تبقى في دوله ويبقى في قانون وتحول مدني ديمقراطي حقيقي. بعدك يمشوا المشانق ان شاء الله. القانون ده يوديهم المشانق. ما الصحابي لما انقتل المشرك في المعركه وهو بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، قال له ادخلت في قلبه لتعلم انه قالها خوفا ام قالها على حق؟ فالدين الاسلامي بيقف على الحق ولا يقف على الباطل. حتى دخول الفاتح الاسلامي لمدينه القسطنطينيه بخدعه عسكريه ما قال فيها الثلاث حاجات اللي اوصاها بهم النبي عليه الصلاه والسلام لاهل المدينه اللي هو حيفتحها عشان تعرف انه الدين على الحق وليس على الباطل. انا اديتك كدين طاعه الله وطاعه الرسول، اديتك حاجتين 3 حاجات قلت لك تلتزم بها التزام كامل. ماشي عشان تحرر الناس من عبادة الناس لعبادة رب الناس. 3 حاجات تقولها. يا إما الإسلام، يا إما الجزية، يا إما الحق. ضمن الجماعة المفتحين الكهنة والخسيسين طوالي لم حال ورسلوا وفود للخليفة في المدينة المنورة هناك وقال له يا أخي والله حصل من جنودك ديل والناس ديل ما التزموا معانا بأي حاجة. الناس ديل خدعونا وجونا على هناي. والشغلة زي ما أنت شايف يا أمير المؤمنين طلع قاضي وقال له يا أخي تمشي مع الناس ديل تشوف القضية ديك هناك شنو. هذا الدين. ده الدين صح؟ مش أنتوا بتقولوا الدين هو تاريخنا الإسلامي؟ أو هذا التاريخ الإسلامي الدموي اللي أنتوا قاعدين تمارسوه في الشعب السوداني مش ده الدين؟ ده هو دي الممارسة الصحيحة اللي المفروض أنتوا تشتغلوا عليها. ما الممارسة الغلط؟ ما الغلط؟ طيب مشى معاهم القاضي هناك، جو الكهنة ديل والغسيسين وجا القائد الفاتح والفرحان ومزدهي كده ونادي والله يا سعادة القاضي أنا حقنت دماء الناس، حقنت دماء المسلمين وحقنت دماء هؤلاء الكهنة والقسيسين وشعبهم. يا أمير يا أيها القاضي أنا عملت عملا عظيما. أنا زي ما قطع لك كذا ناس يقول لك لا ساكت جا ساكت وليس على الحق. ما في حق. عندك حق. انت عندك رسالة محددة من النبي عليه الصلاة والسلام واطيعوا الله واطيعوا الرسول. طيب وقال لك امشي قول كذا للناس ديل، تمشي تقول كذا للناس ديل وانت هتقص على كذا بس ما عندك كتان زيادة. ما تزيد ولا تنقص. يا جماعة يا اسلام تسلموا يا اما جزية يا اما الحرب. ما عندكم خيار. يستعدوا ما يستعدوا ترق فيها الدماء، ترق كل الدماء، ترق منها دماء، ترق منهم دماء دي واطيعوا الله واطيعوا الرسول. انتهت القصة. القاضي قال له يا اخي كلام الناس ده صح. قال له يا اخي انا ما لا قال له ما تقول اي حاجه بس خلاص الموضوع انتهى. الحكم كالاتي تسوق جيشك اللي انت دخلت به ده وتطلع برا المدينه دي. الجماعه كلهم قهوا، الكهنه والشعب ما عارف قهوا كله. احتاروا في الفيلم ده وفي الدراما دي كلها. هو ده شنو؟ هو معقوله ناس فتحوا البلد واستلموها بالطريقه دي وبعد يجي يطلعوا منها كده ببساطه بسهوله؟ والله ما مصدقين، ما كانوا مصدقين لحد ما الناس ده المرقوا. اتخيل كلهم دخلوا في دين الله يا افواجه، كلهم اسلموا بس بقرار القاضي ده.
دخلوا في الإسلام وأسلموا وحسنوا إسلاما وكانوا في حماية هذه المواثيق التي تحترم العدالة حقيقة. وشوف الكرور ده، شوف الكرور ده، انت عايب معاي في الكرور ده، عايب معاي في الكرور ده. اللي قاعد يسوق الآن لحتفك بسوقك لحتفك، واحد حمار لسه قاعد تحت بيقول لي البس، يبلوك ما تنشف يا أخي، يبلوك ويشروك في حبل الغسيل ما تنشف 100 سنة، يبلوك ويحلوك ويودوك لله. وشنو ده؟ شوف زي الحمار ده لسه جاي طالع بيتكلم. طيب خلونا في جلال هاشم والدكتور جلال هاشم والموضوع بتاعنا ذاته اللي نحن قاعدين نتكلم فيه والدارين نصل فيه خلاص عشان نخش في الموضوع الثاني. قلت لك التفاصيل دي عندها شواطين كده عجيبه كله ما بتخليك اصلا ذاته تمرق من حته عشان تدخل في الحته الثانيه. بتقعد ماسكه فيك كده وجاره في قميصك ده ولا في جلابيتك دي وتطلع عينك تجر منها وهي ماسكه، تجر وهي ماسكه، تجر وهي ماسكه، اصلا ما بتفكك عشان انت تدخل في الموضوع الثاني. انا طبعا الله يفضل مختصر يا جماعه، ما اقدر اطول فيه كثير كويس، ولا فيه قست ولا فيه كده ولا فيه كده، بس هاي الكلمتين اللي داير اقولهم ديل عتابا ولوما للاستاذ هشام عباس وحقيقه ذاك ما عندي له حاجه. الدكتور جلال هاشم ده زول طلع كرور سي، ما عندي اي حاجه، زول كيسه فاضي، كيسه فاضي ما عندي شيء كويس. مباري النظام التاريخي بتاع دولة 56 وداري يمشي علينا العبط بتاعه ده ما بيمشي، كذاب كذاب ما بيمشي. يا هدى الزول اللي من عنديكو طلع رد عليكو، الزول اللي من عنديكو طلع رد عليكو، بس خلاص انتهت القصة على كده. فتخد يا جلال هاشم بلغة في خشمك وتسكت على كده يا اخي، تلم عليك الله تلم يا اخي، بلا قرف معاكم وقرفتونا يا اخي. ويجي يقول لك من كبرانا ومن ناسنا وما عارف شنو، زول عالم وسياسي يا اخي هو عليكم والله انا اسالكم سؤال، السودان ده لو فيه حكماء لو فيه علماء لو فيه بيصل لهذه الحروب العبثية، بيصل لهذا العبث اللي نحن هسه عايشين فيه ده؟ ما بيصل طبعا، صح؟ صح ولا انتم؟ لا صح صح صح، هاي بيصل ما في علم، في بيوصلوه ناس جلال هاشم بيوصلوه عادي والله يوصل، اقسم بالله يوصلوه ناس جلال هاشم الترابي الصادق المهدي بوصلوا لك، ناس خالد سلك بوصلوا لك الزول اللي وراي ده ما بقدر اتكلم. في ناس يقولوا شكرا حمدوك. الناس لسه تقول شكرا حمدوك. طيب عارف كده يكون افضل. في ناس لسه بيقولوا لك شكرا حمدوك، ما بقدر اتكلم فيه والله. حمدوك ده اقسم بالله يعني حقيقة كده بقى يلح. في ناس بتتغرب له زلفة، في ناس بتعبدوا لك عبادة، في ناس ما بيرضوا في حمدوك ده والله. اقسم بالله زي كانك سبيت الله، تسيب حمدوك ده والله زي سبيت الله. استغفر الله العظيم واتوب اليه. يا جماعة فكرتي وملخص فكرتي في الموضوع الثاني عشان انا اختصر وابقى مارق امشي. طيب الفكرة الثانية انا ما اعرف كده انتوا ادوني انتباهكم شوية، ركزوا معايا في النقطة دي تحديدا كده بهدوء كده برواقة، خلونا نجيبها واحدة. طيب خلونا الدنيا كركبت. الليلة عشان تعرفوا الموضوع ده خطير كيف. قسما بالله رمى الكوباية من فوق جابه واقع بالوطن، براها جاته واقعة. تخيل. الكاسات ده عندهم شياطين شكلهم دارين نقطع سلسلة الأفكار والحاجات الحلوة يعني. أنا اتخلعتها. قلت يمكن في واحد مستنفر ولا حاجة ربط لي جاي ولا داري فيك فيني RPG. الجيش ده يسلح المستنفرين ديل. الحظ شنو يا ربي. حيرني ذاته. طيب ما مشكلة كده خلونا كده. تعالوا لي كده بهدوء واحدة. انتوا المهدية مش خاضت حرب قوية جدا مع الاستعمار الانجليزي؟ خاضتها ولا ما خاضتها؟ خاضتها وقرونا لها في التاريخ، صح؟ ما اعرف في سنة كم قرونا لها كده، ما اعرف، لكن تاريخ المهدية كلنا قريناه.
وكم ما قريناه شقينا من المغابر، شقينا المغابر يعني. كم ما شفنا الموت شقينا المغابر يعني. كم ما قرينا تاريخ المهدية. كان بيحكوا لنا عن ناس جدودنا ديل كانوا ناس مستبسلين، وكانوا ناس شرسين، عيون شرار، ماتوا جملة في كرري وبكرات ومعركة الخرطوم، قاتلوا باستبسال أمام الآلة العسكرية الضخمة جدا جدا للإنجليز والاستعمار الإنجليزي، اللي هي حملة غردون. قاتلوا شراسة، راكبين خيل وشايلين رماح وشايلين سيوف. نادر ما تلقى لك زي شال له وقال لك ابو 10 ذاك البندقيه ديك لو كان شايلينها الانجليز كان وقتها السلاح متطور جدا جدا، سلاح متقدم غير المدفعيه بتاعت الانجليز اللي واجهوا بها اولئك اشاوس. جدودنا زمان وصونا على الوطن، على التراب الغالي المالي ثمن جديد، التراث الفني بتاعنا بيخلق فينا الحماسة الوطنية، وبيخلق فينا الشجاعة والاستبسال. الحاجات دي كلها عشان حقرونا اللي ربونا عليها. ما باقي لي فطمونا ذاته والله صح، مش فطمونا على الحاجات دي، فطمونا عليها هاي. انا بتذكر انا شخصيا فطموني على الشجاعة دي وعلى القوة دي انا فطموني. انا ما عارف اذا انت فطموك عليها ولا انت عهد الانقاذ. في ناس عهد الانقاذ بالمناسبة دول ما بكون فطموهم على الحاجات دي، ديل فطموهم على التربية العسكرية، العلوم العسكرية. مش في مادة زي دي دخلها لك الكيزان في المنهج؟ عسكرة الدولة يعني، عسكرة الشعب. قراك حاجة زي دي صح؟ قريتها في الابتدائي ناس الانقاذ، في مادة زي دي انت قريتها صح؟ قريتها كده. اعمل ربط بهناك وربط بجاي. هنا قروك عسكرية وقروك عسكرة، وانه العسكرية هي الشيء الاساسي، مادة اساسية يعني انت لازم تقراها. خدتنا لك اختياري ما خدتنا، المهم انا ما عارف، لكن هم في النهاية قروك عسكرية صح. وهناك خمونا خموا جدودنا وخموا آبائنا وأحنا ضد الاستعمار الإنجليزي والآلة العسكرية الضخمة بتاعت الإنجليز. كل الحروب اللي خاضوها في تحرير السودان خاضوها بالرماح، خاضوها بالسيوف. كان الخوف لا يدخل قلبهم، كانوا ناس شجعان، كانوا ناس فرسان، وكانوا ياكلوا الحارة. مشوا هناك في حرب 67 قاتلوا، مشوا في الكويت قاتلوا، مشوا في الحرب العالمية لحد ما وصلوا السويد، وصلوا وين قاتلوا. نحن شعب مقاتل، نحن شعب ولدنا مقاتلين، ولدنا فرسان، ولدنا ناكل النار حية، ما فينا راجل بيرجع ورا. طبعا بالمناسبة دي قفلة تاريخية، الناس دي قفلوا قفلة شينا خلاص، اقسم بالله قفلوا قفلة شينا خلاص، وكل الأجيال انقفلت من 56 ولا تاريخ الليلة، الأجيال دي كلها قفلوها لك. بس خلاص ده انت كده ثقافتك، فهمك، وعيك، ادراكك، انت سوداني، انت كده بس. هذا القصة دي كل الحكاية. عشان كده قبل قلت اقرب لي شوية كده. فدي كل الفكرة. تاريخيا انت قاعد في الحتة دي، ما عندك حتة اخرى ينقلوك ليها. كل الوعي في التطور الانساني انك انت انسان عالم، انت انسان مبتكر، انت انسان منتج، انت بالعكس انت عارف هسه الترويج اللي بيجي عليك انك انت شعب كسول، انت شعب خالي، شعب منتج، شعب فاسد، انت شعب كل
كل الصفات القبيحة الموجودة في الوجود فيك انت، رغم انه يكلكلوك حبة بجاي يكلكلوك حبة بجاي. نحن شعب مروءة، شعب كرم، شعب أمين، شعب ما عارف ايه. فدي دي عشان متنفس بس تقدر تتنفس يعني من القفلة انك لها يقولوا عليك تاريخيا اساسا. وهسه جايين يسوقوك بيه ذاته، نفس القفلة التاريخية دي هم جايين يسوقوك بيها. هم ما نظروا بواقعية للوعي الجمعي السوداني في الأجيال الحالية اللي راكبة راس بوعي، هي مدركة لكل الخطابات ولكل الرسائل اللي هي بتقدم له وفاهم. لكن طبعا على العبثية الحاصلة بقوة السلاح شفنا الليلة سكتوا مرة واحدة. يعني حتى ما في طلوع، ما في خروج، ما في يعني حتى لو سكتوني انتوا ذاتكم ما فرقت. ما انا مارق لقضية اساسا، انا مارق لانه في واقع مريض انا عايشه. يعني ذاتك ما استقطبتني كحزب، ما استقطبتني كتيار ديني، ما استقطبتني كحاجة، الا لانه انا اساسا انت افقرتني وجوعتني فاخرجت اسوأ ما عندي، انه انا اطلع في هذه المعركة الخاسرة بالمقاومة الشعبية بالاستنفار بغيره. أنا قبل هناك طلعت مؤمن بقضية، أنا طلعت مؤمن بقضية، أو إنك أنت أدتني الأمل بالتغيير على الوعي بتاعي، أنا على الجيل الواعي الراكب راس بوعي. أنت أدتني الأمل، أدتني ملامح الأمل في إنه مثلا المسيرات والمواكب المليونية المسيسة اللي كانت قاعد تطلع، انه انا كانسان بسيط كنت بطلع فيها. مشيت طلعت في اعتصام القيادة، طلعت في غيره، لانك انت اديتني الامل بس ما اكتر من كده، فانا طلعت معك بوعي. لكن هنا المؤخر عدم الطلوع شنو؟ اما طلع المؤخر عدم الطلوع ان انا واعي مدرك للقضية، مدرك للازمة الحقيقية هي شنو بالضبط كده. انا لما طلعت معك في الجنينة ومشيت شلت السلاح وبدأت أقاتل، أنا طلعت على مرارات أنت تعمدت إنك أنت تضعني فيها، عشان كده أنا طلعت لأنه أنا قبل كده قتلت، لأنه أنا قبل كده انتهك عرضي، لأنه أنا قبل كده نزحت، لأنه قبل كده أنا شردت، عشان كده أنا مشيت شلت السلاح عشان أنا أقاتل معاك. فيبقى أنت عيشتني القضية رغما عن أنفي بكل التجهيل اللي انت جهلته للهامش وخليته هو ما واعي بقضيته. لكن انا في الشمالية مثلا او في ولاية نهر النيل، لا حبيبنا، الرصة هنا بتختلف بقى، الصورة هنا بتختلف. انا هنا واعي ومدرك تمام للخطاب بتاع التجيش اللي انت قاعد تجيشني فيه والحملة اللي انت داير تسوقها فيني، حتى انك انت ما داير تسلحني ذاته، لانك انت عارف ان انا واعي وانه انا متعلم. ادتني بعض الامتيازات التاريخية اللي خلتني اتفوق بالوعي عن ديلك، خلتني انا اصطفى معاك انت بجانب عاطفي اكثر من الجانب العقلي، اللي هو بدأ يستوعب الان انه القضية اكبر من قضية عنصرية، اكبر من قضية غرابة وشماليين، اكثر من هامش وشريط نيلي. القضية اكبر من كده. القضية انه في استعمار حقيقي هو بسوقنا لحتفنا، بسوقنا لنهاياتنا. هذا الاستعمار اللي هو ما قادر يميز الخط السليم والصحيح لوعي الشعب السوداني بالشكل المطلوب، والآن بيختبر فيك، داير يعرفك هل انت لسه في المرحلة بتاع جدودك زمان، ولا انت تغيرت، او انه في تغيير بكل الاستعمار الوطني وبكل العبثية اللي حصلت
بكل الإشكالات والمعوقات في عدم التطور والتقدم، هل أنت على نفس العقلية بنفس الوضعية اللي كان يعني يمكن جدودك أنت لو لاحظت هم كانوا متطورين ومتقدمين عليك أنت في المرحلة الحالية، لأنه قلنا المقاييس بتاعت التطور والتقدم هي مقاييس ليست على المكان أو على الحيز الوجودي وقتها، إنما هو أو المعايير بتاعت التطور والتقدم هي بالزمان نفسه. فجدودك يمكن كانوا متطورين ومتقدمين بالحاجة اللي قدموا لهم الاستعمار الإنجليزي، طيب بفهم التعليم، بفهم التعليم المميز يعني، أو الحاجات المميزة اللي هي ممكن تخليك تواكب حقيقة يعني، الانضباط، الاحترافية، المؤسسية، أشياء كثيرة كانت متوفرة زمان، هنا جو انتهوا لك منها، دمروها لك تماما، انتهوا لك منها نهائيا. فيبقى معناها جدودك كانوا متطورين اكثر منك. انا ما داير ادخل انه انا اقول لك انا شغال لك بالنوستالجيا، الحنين للماضي، لا، انا هنا داير اعمل لك مقارنات ومقاربات، واعمل لك تفكيك وتحليل للوضع عشان تشوف وضعك انت وتشوف وضع جدك. طيب الشال السيوف اللي برضو طلع زي صدور عارية وقارب ومات في سبيل تحرير الوطن من الاستعمار الانجليزي اللي قدم لك اكثر مما بتقدم لك الحكومات الوطنيه اللي استعمرتك داخليا. طيب خليك معي واحده واحده، الموضوع ده داير له كده، شفت زول فايق ورايق وباله هادي، طيب يقعد يدور الشغلة دي في راسه حبة حبة كده، وراجع بجاي يلم بجاي، يشوف الحدث ده يجيبه مع الحدث ده، يفيق دي يربط دي بيدي كويس، يفكفك صامولة زي ما قالوا وجه صالح، فكفك التمكين ده صامولة وهو فكفك كده، والله فكفك كده وجه صالح ده، ما فكفك لا تمكين ولا فكفك لا يحزنون. لأنه في لايف سابق أنا تحدثت فيه إنه كان في خيانة حقيقية في عدم تغيير قوانين دستور 2005 لتتوافق مع الوثيقة الدستورية اللي أدت المكون العسكري الصلاحية اللي بيجيز بها الوثيقة الدستورية عند وزارة العدل، بكيفية الخدعة والنفاق والغش والكذب اللي كتف أيدي قوى الحرية والتغيير في إنها ما تقدر تقدم لك حاجة وما تقدر تلبي لك مطالبك أنت كثائر، أنت كشعب سوداني، ما قدرت تلبي لك مطالبك لأنه القانون أساسا مكتفة، وهي ما كانت فاكة في عقاب أبو أهل القانون ذاته كويس. وصبرتك بشنو؟ صبرتك بإلقاء قانون النظام العام، صبرتك بشنو؟ بقانون الأحوال الشخصية اللي فيه الزبدة اللي بينقل التحول المدني الديمقراطي بإلقاء دستور 2005 لغلك، لكن قوانينه ذاتها خلوها لك. ما هي المشكلة في القوانين المستمدة من الدستور؟ انت عملت شنو؟ جبت لي دستور 2005 بقوانينه بس، انت تقول لي انا لغيت الوثيقة الدستورية، لغت دستور 2000، ما لغت حاجة يا شيخنا. كده عشان انا ما اتوه بيك كثير يا شيخنا، كده خليك معي في المغاربة والمقارنة اللي انا قاعد الدستورية لغت دستور 2000، ما لغت حاجة يا شيخنا. كده عشان انا ما اتوه بيك كثير يا شيخنا، كده خليك معي في المغاربة والمقارنة اللي انا قاعد اربط لك في هذه. طيب فنفس الفيلم اللي حصل في جدودك من خلال المهدية في انه يحشدوك في الحروب ديك على وعيهم وقتها بالحرية وبالمطالب الثورية لجدودنا زمان، من خلال الطرق الدينية ومن خلال الإدارات الأهلية اللي انحشدت تحت لواء المهدية، انها قاتلت كل القتال ده واستماتت كل الاستماتة دي في وعيها بالقضية الثورية بتاعتها نحو إجلاء المستعمر. يعني أهلك كانوا متطورين، كانوا متقدمين حقيقة يعني، والآلة العسكرية صحيح فيها تفاوت، لكن القضية الحقيقية إنه في قضية ثورية حقيقية هنا، إنه في زول جاي من برا جاي يستعمرني أنا،
جايينها بخيراتي، جايينها بمواردي، زي ما روجت لي المهدية وزي ما كلموني المشايخ بتاعنا الطرق الدينية، وجونا شيوخ الإدارات الأهلية وخاطبونا وكلمونا وتحشدنا زور وشلنا سيوفنا ورماحنا وأبو عشرة ده لو لقيناه وما بطال يعني. قالوا اللي بيقدر يشتري هسه سلاح يمشي يشتري، هم قالوا كده صح، قالوا صح، قالوا ولا ما قالوا؟ ما تقعد تعاين لي، قالوا ولا ما قالوا؟ هسه قال لك عندك امكانيه تشتري سلاح امشي اشتري سلاح، لكن الدوله هسه ما فاضيه لك تسلحك، ما عندها لك طريقه تسليح. قالوا ولا ما قالوا؟ قالوا ولا ما قالوا؟ قالوا صح؟ قالوا عليك. طيب ما انت شوف الربط ده كيف؟ شوف القصه دي كيف يعني؟ الناس دي لسه عشمانين فيك يا شيخنا، والله عشمانين فيك. لكن كده انت شوف الآلة العسكرية زمان وشوف الآلة العسكرية هسه، في فرق كبير صح؟ طيب الآلة الإعلامية زمان والآلة الإعلامية هسه فرق كبير برضه. لكن كده انت شوف الآلة العسكرية زمان وشوف الآلة العسكرية هسه، في فرق كبير صح؟ طيب الآلة الإعلامية زمان والآلة الإعلامية هسه فرق كبير برضه، شاسع جدا بينك وبين جدك. يعني شوف العدو تفوق عليك بسنين ضوئية مقارنة بجدودنا زمان، انه الفارق كان بسيط ما كبير للدرجة دي كده يعني ممكن تحرر الخرطوم وتقطع رقبة غوردون، لكن هسه سلاح موجه مباشرة. انت قاعد جوا حمومك زي ما ضربوا معمر الغزافي جوا حمامه، جوا الحمام بيضربوك انت. انت اللي لا في الدنيا دي كلها، الناس عارفين انك انت لا في الدنيا دي كلها، انت قاعد تهور في الحمام، عارفين انك قاعد تهور في الحمام. يا وداك والله يا وداك حلو، عين وانا بس والله ما اقدر اتلفظ يا جماعه، والله ما اقدر اتلفظ. شايف كيف؟ فهي دي القضيه هنا، دي المشكله هنا. طيب هنا التفوق للعدو، واللي هم بيقول لك واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدوكم عدو الله. لكن كان احنا عذرناهم، جدودنا عذرناهم، الفارق بسيط يعني ما شيء كذا. لكن زي العربي بتاعت ولاية نهر النيل ده، ما عارف من عرب شندي ولا من عرب زوطة، ما عارف ولا من عرب وين ذاته، شايل له عصاية قال هذا ما اعددته لمواجهة العدو إرهاب العدو، شايل له العصاية ذيك العكاز ذاك. شفت الفارق قدر شنو بالضبط كده؟ يعني الفارق ما بسيط، فارق كبير جدا وشاسع على خطاب منه. انا ما داير شوف، ما داير اشتتك، بلمك ان شتتك بلمك، بجيبك تاني بلمك، على خطاب الدكتور جلال هاشم. شفت الفارق قدر شنو كده؟ الدكتور جلال هاشم لسه دايرك تشيل لك عكاز وتشيل لك رمح وتشيل لك سيف وتحفر لك ترعة وتترس لك ما بعرف ايه. يا دكتور جلال هاشم، إذا انت لسه عندك نوستالجيا، الشعب السوداني الحمد لله معافى وسليم وصحته طيبة، والتطور الإنساني من خلال ثورة الإنترنت استطاع انه يتفهم العالم ده عايش كيف، هو قادر يتعايش كيف، وانه الأزمة العباسية اللي انت هسه بتجابد فيها ما بين الماضي وما بين الحاضر، الجيل ده استطاع انه يتجاوزها، فمستحيل انك انت ترجعه لتاريخ قديم. ما بتقدر يا دكتور جلال هاشم، ولا الكيزان ولا الفلول ولا الطيارة اللي قامت دي كلها، ما بتقدر ترجع الشعب السوداني للماضي. وانت ده طبعا كله ملامحه هسه بتصار لك، اللي هو في تلاحم الشعب السوداني مع قوات الدعم السريع، وحتى اهلنا الصوفيه ذاته يعني بنلاقي انه مجبر اخاك لا بطل بيتلاحموا مع قوات الدعم السريع. ده لسبب بسيط انا ما حاذكره للناس، رغم ان انا زول متصوف واي حاجه وعقيدتي عقيده التصوف وكده. طيب من ناس المحبه اللي عندهم المحبه ذاتها، والما عنده المحبه قالوا ما عنده المحبه ما عنده الحبه، واحنا عندنا حب ليك كده. واحد بيجي
بكفي معاكم الحاجات دي في عصر زيني عادي ورايق كده. بنحاول نوصل لكم بأي طريقة كانت، نحاول نوصل لكم بأي طريقة كانت إنه المعركة دي معركة أكبر من مقدراتنا بأي حال من الأحوال. إذا نحن جينا ناخدها بجانب فقه المؤامرة عند الدكتور جلال هاشم، المعركة دي أكبر مننا بكثير. ما هي المعركة اللي خضناها قبل كده مع قردون باشا، ولا خضناها مع الاستعمار الإنجليزي، ولا خضناها حتى مع الاستعمار التركي. المعركة دي أكبر مننا بكثير يا جماعة. فالمفروض إنه نحن ننتبه ونركز تماما في إنه نحاول إننا نتماشى مع واقع التكوين أو التطور الإنساني اللي حاصل الآن من خلال القراءات السليمة والموضوعية في الدبلوماسية الخارجية اللي ممكن تأمن وتحقن دماء الشعب السوداني عن كل العبثية اللي عايزين نخوض بها معركة. يعني احنا ما عندنا لا إمكانيات ولا عندنا لا مقدرات. يعني هسه الليلة زوج شايل له عكاز قدام صاروخ موجه، أو قدام سلاح موجه، أو قدام مسيرة مثلا جاية بفوق كده في السماء، انت لا شايفها لا بتعلم بها، تجيك جوا وطك. ممكن يسيروها كده لما تدخل لك جوا اللوضة جوا وتكشف لك تعايل لك يا هدى انت فلان ده شايل عكازك ده ورابط لقوات الدعم السريع، يحصل الانفجار. زغردي أم الشهيد، انت مت شهيد في دار الوطن. مع انك انت ما قاتلت حاجه ولا عملت حاجه، وانت لسه يا دوبك شارع عكازه كده وداير تستحمى وداير تصلي لك ركعتين كده عشان تدخل المعركه مع الجماعه اللي قاعدين برا الجنجويد ديل. يا دوبك الجماعه بجاني يحتفلوا بك عرس الشهيد. دي الفكره يا جماعه، اقسم بالله دي الخلاصه. انا بقول لكم هنا في ولايه نهر النيل وفي الولايه الشماليه دي معركة عبثية بالمناسبة، زي ما قال لكم البرهان وروجوا لكم انها حرب عبثية. والله فعلا حرب عبثية. انت لما تجي تقراها كده بموضوعية وبفهم وبرواقة وبهدوء اقسم بالله بتشوفوا العب عيال، والله بتشوفوا العب العيال. لكن انا عايز اقول لك ان القضية اكبر من الناحية الخارجية، مش من الفكرة الداخلية اللي هو سايقينك بها الآن، جنجويد وما عارف قوات مسلحة وكيزان وفول. المعركة دي أكبر من كده. أنت ما تحطها في الإطار الضيق ده، ما تخليها في الإطار الضيق ده. فلا بد من إنه نحن نكون ناس واعيين ونكون ناس فاهمين إنه المعركة دي أكبر مننا. والمعركة دي حقيقة نحن ما عندنا لا إمكانيات ولا عندنا لا مقدرات. حتى لو افترضنا جدلا إننا نحن سلمنا، لأنه في استعمار خارجي جاينا. أهو أنت عندك النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك مكة وفات، صح؟ مش سابر كفار قريش لما عذبوا أصحابه وقتلوا في أصحابه. ما آل ياسر ببعيد عنك، ولا بلال بن رباح بعيد عنك، ولا الكثير من الصحابة. فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة للحبشة. يعني ما في حاجة بتخلينا نحن ذات ونقعد للموت، نهاجر يا زول. شفت أهلنا المساليد ديل في الجنينة، اقسم بالله لو عندهم عقل وعندهم فهم، أنا الحاجة اللي كنت بنصحهم بها إنه قبال ما تدخل قوات الدعم السريع الجنينة هم كانوا يمشوا تشات. ما في داعي للموت ده كله الموت ده. يعني هسه شالوا السلاح وقاتلوا وضاربوا وعملوا السبعة والزمة، استفاد شنو؟ بالعكس لو مرقوا كانوا خلوا العدو الحقيقي اللي هو دخلهم في المحرقة دي كان مات هو، ما كان ماتوا هم، ولا كان قتلوا هم، ولا كان الليلة شايلوا اللبانة في شو إعلامي بيروج لهم لأنه يقتلوا آخرين. أهلنا في ولاية نهر النيل وفي الولاية الشمالية، والمرة دي قتيلكم انتوا ذاتوا ما عندكم سلاح. يعني مخازن ولا عناية عشان يفتحوها عليكم ما في. ببح ما في. قال لك ما عندنا وبلا قلة أدب معك. قال لك بلا قلة أدب معك. ما تطلع ما تجيني أنا ضابط لواء قائد حامية
تيجي تقول لي سلحني، تحمر، قال لك انت حمار، انت مو بتفهم، دي عسكريه، قال لك دي عسكريه، وهنا بقول لك مقاومه شعبيه. شوف الخم اللي قاعد يخموك له، وانت قطيع ماشي وراهم وباريهم. وشوف سبحان الله، وبعد يجي يقول لك ايش تسلح وراك من جيبك عشان تحمي عرضك وتحمي هنا وما عارف شنو كلام في الشكل ده. هذا انا والله حمايه ارضي دي الحاجه اللي بعرفها. ان جيتوا سالتوني انا رايي، فيكم زول بيسالني رايي يا جماعه؟ فيكم زول داير رايي؟ دايرين رايي انا عرضي ده بحميه انه انا اسوق ولاداتي وبسوق بناتي وبسوق مرتي دي شفتها. واثيوبيا جاك زول، افريقيا الوسطى جاك زول، القاهره جاك زول، اريتريا جاك زول، اقرب شفتها قد سلك في الحدود دي بقيت انا بخلي منو كده. خلي بالك معي، بخلي منو انا بخلي منو لما انا قد سلك، بخلي منو وراي ما سامع بخلي منو وراي. لما انا افضل البلد دي بخلي منو قدام الدعم السريع، بخلي منو يواجه الدعم السريع. ارفع صوتك ما سامعك، هاي مينو كيزان والفلول. شفتها كيف؟ اتبلهم يا زول، انا مالي متبلي. كنت بنهب في خيرات البلد دي، كنت بنهب في موارد البلد دي، بنيت قصور، بنيت عمارات، عملتها شركات استثمارية، عملت لي استثمار في الإمارات، عملت لي استثمار في أمريكا، في ماليزيا، في الصين، في روسيا. مالي أنا قاعد أتصرمح وأتصعلق وأتسافى في المنتجعات المخملية في أوروبا، ولا هو شنو الحكاية، شنو القصة، شنو كده؟ وريني، فهمني انت، فهمني. مالي، قضيتي، مشكلتي، وطن انت سرقته ونهبته. ما هو الوطن شنو؟ وطن مؤسسات بتوزع الثروة والسلطة، وانت استلمت الوطن بالقوات المسلحة في 1989 وتمكنت من السلطة ونهبت الثروة. انا بقيت جعان، انا بقيت فقران، انا بقيت مرضان، انا بقيت لا عندي بنية تحتية، انا لا عندي تعليم، انا لا عندي الصحة، انا جعان، انا حالتي بلبلة، انا بطلع من الفجر، بطلع برجع قصاص الليالي، انا عسكري واقف فوق راسي برشوة، انا عسكري واقف فوق راسي كده بس لله في الله، ما عاجبه شكلي وداير يدخلني الحراسة، انا عسكري ما عارف لله في الله كده واقف لي في الصف يجي محطني بصوت عنج، انا ما عارف لله في الله قاعد في شقتي في امنه امام معامرتي يجي يكسر علي الشقة ويلقاني في وضع مخل ما بالاداب. ما بالاداب، ما مخل بالاداب. مرتي يا جماعه، مرتي حلالي، عاقد عليها وفي دفاتر الدوله، في دفاتر الدوله زي ما قالوا لك كذان في دفاتر الدوله، ويسوقوني ويلفوني في ملايه انا ومرتي ويودوني قسم الشرطه ويفرجوا علي الاشهاد، يفرج عليه الدنيا والعالمين تتفرج عليه انه انا قاعد اغتصب في مرتي او انا قاعد ازني في مرتي. يا جماعه يا ناس شايفين يا راجل شايفين اللي لما يعطش يشرب. نسيتوا الكلام ده كله يا جماعه. يا اخي وصلوك مرحله انت لما تنتج بيجيك ديوان الزكاه يصير ربع الانتاج، وما حال على الحول ذاته، الحول ما حال عليه، يعني ما داخل في موضوع الزكاه ذاته. انتاجي ده ما داخل في الزكاه، ده غير الضرائب، ده غير الجبايات، ده غير الاتاوات، ده غير القوانين المحليه، ده غير الجمارك، ده غير العبور. بعد كده غير ربع الدعم بالمناسبة، غير ربع الدعم، خلي بالك لربع الدعم دي، شفت غير ربع الدعم برضه، غير ربع الدعم. ربع الدعم ده براو، ده والله اقسم بالله ده شغلته براو ده. شفت ربع الدعم ده
رفع الدعم ده هو جوعك وفقرك وطلع ميتين ابو اهلك ذاته من جوا. شفت رفع الدعم ده هو طلع ميتين ابو اهلك. حلوة حلوة حلوة، ملعوبة 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 ملعوبة. قال لي المشكلة لو انت واهم نفسك انه نحن بنسمع كلامك طيب انت قاعد انت تسوي شنو؟ العشاء بلبن ما انا قاعد تسمع وانت كم ما بتسمع بتعلق، انت كم ما بتسمع بتعلق. معلش كده خلينا نتجاوزك مع احترامنا وتقديرنا لك، يعني برضو قاعد تسمع ماشي عشان تعرف الناس دي سايقينك كيف. يعني انت ذاتك كمواطن سوداني انت حمار. اذا ده كلامك، اذا انت واهم نفسك انه نحن بنسمع كلامك، ما انت هسه هذا قاعد تسمع في كلامهم صح؟ وانت بينك وبين نفسك رافض كلامهم صح؟ زي ما انت هسه قاعد تسمع في كلامي ورافض كلامي وبتفترض انك انت ما قاعد تسمع في كلامي وما قاعد معي في المحتوى والمنصه بتاعتي دي، وحضرت سيادتك برضه بتعلق وبتقول لي لو انت واهم نفسك. انا ما واهم نفسي، انا سايقك بالخلا والحفر والدقداق وهم سايقينك بالخلا والحفر والدقداق، وانت كان عندك مخ وعندك عقل ميز بين كلامي وبين كلامهم وشوف لك صراطا مستقيما امشي بها. وانت خليني انا ولا خليهم هم؟ لا تسمع لي لا تسمع لهم، اسمع لعقلك انت، اسمع لعقلك انت، اسمع لعقلك انت، ما تسمع لي اسمهم، ما تسمع لي اي زول يا زول. ولا تقعد منصه، لا تقعد في منصه، تسوي لك منصه براك وقعد شوف ما قاعد مسوي منصه براي فيها راي وقاعد يسيب راي والناس دي هذه تسترجع هذا زول جست، لانه قاعد افكر براي مع نفسي. يا جماعه داير يسمعني يفكر ده يسمعون، ما داير يسمع هو حر. انا ما جيت دقيت لكم الباب يا جماعه، ما جيت دقيت لزول الباب قلت له تعال اسمع تفكيري اللي قاعد افكره بيني وبين نفسي ده، يعني في تحليلي للراهن والامبرياليه العالميه، امبرياليه روسيا امريكا جيشنا ده ما بيقدر، جيشنا ده ما بيقدر. ده الدكتور جلال هاشم، الدكتور جلال هاشم بخاطبني انا مجاهد القطبي، بخاطبني انا مجاهد القطبي، بقول له انه جيشنا نحن ما بيقدر، لكن انت شيل لك عصايه تعال كاتل بها نيابه عن الجيش، دافع عن نفسك، دافع عن عرضك. لا انا ما بدافع يا دكتور جلال هاشم، انا ما بدافع عن حاجه، أنا ما بدافع عن حاجة، ولا أنا مستعد أتحمل أخطائك أنت يا دكتور جلال هاشم، ولا مستعد أتحمل أخطاء النخبة الطائفية التاريخية الدينية، ولا مستعد إن أنا أتحمل أخطاء الآخرين. أنا بشيل أولادي وبشيل حالي بشيل مالي، ببقى مارق، بخليك أنت في وش المدفع مع الإمبريالية العالمية، إمبريالية ده حرب زي ما قاعد يقول لك دكتور هاشم انه الجيش ما بيقدر عليها الجيش، دايرك تقدر عليها انت اقسم بالله قايلين لنا شنو انتوا تفتكرونا شنو يا جماعه؟ دكتور جلال هاشم انت تفتكرنا شنو عليك الله كده ورينا انت بتفتكرنا شنو يعني؟ سايق فينا العبط يا ما بديك قست، ما بديك قست والله كان كسرت رقبتك يا زلمه. قلت لك انا قاعد افكر مع نفسي يا اخي، قاعد افكر في كلام دكتور جلال هاشم ده يا اخي اللي قاعد يستحمر فيني ده يا اخي، وقايل انا عندي اثنين ولا قايل عندي قرون ولا قايل هو قايل عندي شنو انا الدكتور جلال هاشم ده؟ انا بيفتكر فيني شنو يعني؟ بيفتكر فيني شنو انا مواطن سوداني يعني استخبار مني المار ده كله يا اخي؟ كفايه تحملونا من سنه 56 ولا تاريخ الليله. ما بقاتل يا اخي، ما بقاتل يا زول، مالي ومالك تحرق تغرق يا اخي. انا استفدت منها شنو انا دي يا اخي؟ عشان تيجي تقول لي وطن يا، عشان تيجي تقول لي بلد يا، عشان تقول لي جايين يسرقوا خيراتنا ويسرقوا مواردنا. روسيا الصين اوروبا امريكا امبرياليه
انا استفدت منها شنو البلد دي عشان تجي تقول لي قاتل فيها وقاوم وحارب وحقك وبيتك؟ يا اخي انا بيتي بندلوز يا شيخنا، انا بيتي راكوبه، انا بيتي راكوبه عشان امشي بها وما فيها. نحن كل يوم بنموت فطيس في شارع مدني، بنموت فطيس في شارع التحدي، بنموت فطيس في عوارك وعجزك وخوارك يا دكتور جلال هاشم. لو انت ما فاهم يا دكتور جلال هاشم. يا إذا الناس انا مطلق فطيس في الامبريالية دي حرب العالم كله جايين نحن، جاي يحاربنا، نحن جاي يحارب جيشنا، جاي يسرق ثرواتنا يقسمها. انا شفت لي ثروات شيخنا عليك الله قد اخاف الله ربك فينا يا دكتور جلال هاشم. يا اخي انا من سنه 56 شفت لي ثروات يا اخي من سنه 56 يا اخي انا الكهرباء تقطع عندي يا دكتور جلال هاشم. العالم نسى قصة الكهرباء تقطع يا دكتور جلال هاشم. يا اخي انا لو فطرت ما بتغدى يا دكتور جلال هاشم، انا لو اتعشيت ما بفطر. والعالم فات قصة انه ياكل، بقوا ياكلوا في الحيوانات، بيربوا في القطط، بيورثوا في القطط. انا ولدي لما اموت ما معروف ذاته يعيش ولا يموت وراي، عشان تجي تقول لي ثروات البلد خيرات البلد. يطلع لك رأس الجمهورية سيادة الدولة السودانية المخلوع عمر حسن أحمد البشير في الوسائط الإعلامية، ويطلع لك وزير المالية ذاته ويقول لك نحن ما عارفين موارد البترول مشت وين. ماشي لا عكازك تلبيض. شوف قلة هدفك يا دكتور جلال هاشم، شوف قلة هدفك اللي انت بتسوق عليه الآن، شوف قلة هدفك اللي بتسوق عليه ان انا امشي اقاتل كمان من جيبي الخاص. قادر اشتري لي بندقية امشي اشتريها، ما قادر احفر لي قال احفر لي ترس، قال اشيل لي عكاز. دكتور جلال هاشم ما تسوق علي الخبل بتاعك ده، ما بتساق علينا تاني، ما بتساق. انا كل اللي بعمله بمرق، بشيل اولادي، بطلع تهريب، بطلع هنا بركب سمبك، بركب طياره قامت. انا ما قادر الامبرياليه العالميه يا دكتور جلال هاشم، انا ما قادر الامبرياليه، انا ما قادر روسيا، انا ما قادر امريكا، هل قدر الكيزان روسيا امريكا قد دنا عذابها علي الا غيتها ضرابها، روسيا امريكا قد دنا عذابها علي الا قيتها ضرابها. ده انا اللي بقدر عليها، انا المواطن المسكين ما بقدر عليها والله العظيم جد. والله تطلعني مرة، تطلعني خواف، تطلعني ما تطلعني، انا ما بقدر عليها والله. اسرائيل القريبة دي ما بقدر عليها، بقدروا عليها الكيزان. بيمشوا يهربوا لها سلاح، بيمدوها بالجنود، بيقاتلوا معاها، بيحاربوا معاها، يرسلوا لها ناس كتايب البر بن مالك، يرسلوا لها بنات الوزراء، ويرسلوا لها بنات المسؤولين، يمشي يجاهدوا معاهم هناك جهاد النكاح. الحاجات دي كلها انا والله يا عرضي ما بفرط فيه، ولا انا روحي بفرط لك فيها، ولا انا البلد دي مستفيد منها حاجه. ولا تجي تسوقني تقول لي وطن وبلد وخره وكرور ونانا. البلد الوطن عطاء، الوطن اداني ده وطن، وطن ما اداني ده ما وطن، ده ما وطن. ما النص واضح، مش دين هو الدين، مش الكيزان ده سايقيننا بالدين، والدكتور جلال هاشم سايقيننا بالدين، مش سايقيننا بالدين يا جماعه ولا شيء تاني. لما تضيق عليك المعيشه والبلد تضيق عليك وتتعذب فيها، والاجهزه الامنيه والاستخباراتيه وتضيق عليك الخناق في معيشتك وحياتك، مش في آية كده بتقول لك ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، مش في نص زي ده. هوي أنا كهربت التلفون خلاص قربت، أنا الحق قبال ما يكفي والله حيكفي صدق. والله قفل ان شاء الله نكون لحقناه لحقنا التلفون سريع قبال ما يكفي. والله العظيم اداني الاشعار بتاع قفل التلفون خلاص. كنا وين يا جماعه؟ كنا بنقول في شنو؟ بيكون عزيز
لك ما جحلوك 30 سنة يا زلمة، جايلين لك 30 سنة ما يكون عسل على قلبك كيف؟ أو ما دار أخونك، والله ما دار أخونك، لكن بس جحلوك لأنه ما دار أقول لك أكلوك. زي ما هم قاعد يقولوا إنه مثلا الناس اللي واقفين مع الدعامة واللي بيناصروا الدعامة ديل دفعوا لهم قروش ومستلمين قروش. هذا من الناس اللي انت قابلت الدعامة بالدولار يا زلمة. انا اقسم بالله قابلت الدعامة والله، واقسم بالله بركب الطيارة وبجي هناك، والله بجيكم هناك، والله بالله بل اصلا قلبي ذاته قاعد عليكم. خليه هناك، انا اصلا منقوص منكم يا كيزان يا جماعة. لا داير قصدي ولا داير يحزن، ولا بدي لي زول فرصة، ما في زول يقدم لي دعوة ولا يطلب مني قتل، ما أصلا لكم حل الليلة. داير يقعد معك خلاص على السلامة. لك قصة ثانية أصلا لا بدي لكم حاجة. أبي يثبت التلفون دقيقة نفكر بشكل صحيح وسليم. طيب يا ساتر، قاعد عربيتي يا جماعة عشان الناس تكون عارفة. طيب الفكرة طبعا يا ناس إن إحنا المعركة دي والله العظيم أقول لك بصراحة، والله المعركة دي إن إحنا لا لينا فيها ناقة لا لينا فيها جمل، والله جد، والله ما عندنا بأي مصلحة، لا من قريب لا من بعيد. وذكرت لك النص يعني البلد دي انضاقت عليك، هاجر، أرض الله واسعة يا شيخنا، سيبها. وطن شنو يا ناس؟ الوطن ده مال صح؟ الوطن ده ناسك أحبابك هناك. طيب الناس الليلة قالوا فيه أبو ما لاقي بنته، فقد بنته، مطلع عليك في الوسائط دي إنه اللي قاها يتصل على الرجل الفلاني، مرة ما لاقي راتيلا، شتتت كلها حتة. طيب الأفضل والأولى يا تو أنت تدخل في المعمعة دي ولا تسوقها ولا قديل وتقيد سليك، تقيد سليك ولا تتشتتوا، لا يكون عارف بيت وين،